بتعود لنا فقرة اسألوا رجاء. النهارده السؤال التاريخي الجدلي: هي الظروف المادية ممكن تقتل الحب؟ يعني بنحب بعض وبتاع، ضغوط بقى الحياة والمشاكل ومصاريف العيال دي تقتل الحب؟ السؤال الأهم: هو ده طبيعي؟ يعني ما هو في حاجات الإنسان مش يعني حر فيها. انقسم الناس إلى فسطاطين. ناس قالوا لا، الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي مهما حصل، ريجاردلس ايا كان اللي بيجرى، مشاكل مادية، الدنيا زنقت، مصاريف العيال، الدروس الخصوصية، اسعار اللحمة، اسعار البيض، فلوس المصيف، علاج العيال، كل الحاجات دي لا تقتل الحب. يظل الحب منتفضا، يظل الحب عظيما. ده رأي. في رأي تاني جميل: ايوه بيموت لو دخل الفقر. انتوا عارفين بقى الجمل القديمة بقى، المصريين عندهم كده ايه، يفط: لو دخل الفقر من الشباك يخرج الحب من الباب. يعني لو دخل الفقر من الباب يخرج الحب من الشباك، حاجات كده. وانه المشاكل الماديه تقتل الحب. مفيش ست هتحب جوزها وهو ما بيجيبش فلوس كتير علشان البيت والعيال، ومفيش راجل هيشوف مراته مفتريه وبتصرف وبتاع وهيفضل يحبها. الحب محتاج نغنغه، الحب محتاج بشبشه، الحب محتاج فلوس كتير. طبعا احنا سألنا الناس النهارده ولسه هذا التسويت في اوله: هل المشاكل الماديه تقتل الحب؟ 17% قالوا لا، الحب ده ناس متفائله جدا، لا الحب يصمد امام اي شيء. 83% طبعا المشاكل الماديه تقتل اي حاجه. فين ده؟ احنا داخلين على الفالنتاين بعد كام يوم. مفروض الحب بلوبيف بلوبيف ده يفضل مستمر. الفقرة القادمة اسألوا رجاء، وهنتكلم في هذا الأمر وهننبسط مع حضراتكم. هيكون معانا الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية. الاثنين هيكونوا معانا ويقولوا لنا تأثير المشاكل المادية على الحب. في ناس يقول لك ايه، لا ده المشاكل المادية بتقوي الحب أكتر، احنا عندنا مشكلة مادية فنحب بعض أكتر. في واحد تاني يقول لك لا مش طايقها، خلاص المشكلة المادية خلتني مش طايقها. ابقوا معنا. المادية الحب، يعني في الزواج لما يكون في اتنين لسه متجوزين وبيحبوا بعض يبقى في حالة مادية صعبة، هل ده يقتل الحب أم بيقوي الحب؟ احنا عندنا انقسم العالم إلى فسطاطين. أغلب الناس، وما اعرفش جايز لما نبتدي نتكلم في الحلقة، أغلب الناس شايفة إنه طبعا بيقتل الحب. في ناس قليلة قوي شايفة إنه لا، الحب دائما ينتصر في النهاية ويقف أمام أي شيء. الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أهلا بك يا فندم. أهلا أستاذ عمرو. الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية، أهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. بيقتل الحب؟ مش دايما، ساعات. لا في الغالب يعني، ما أنا لا في ممكن الغالب لا. أحكم. لا في الغالب لا. في الغالب لا. في الغالب لا، لكن ساعات يعني في الحالات الكثيرة الحب ينتصر. طبعا. هقول لحضرتك حاجه، هو في الفقر الفلوس، ايوه الفلوس هي رصيد، بس ده رصيد ما يعني ملموس زي اي رصيد تاني. فهو دلوقتي احنا في ارصده، لو رصيد الحب كبير
يبقى هنسحب منه حتى لو الحاله الماديه نزلت. ده حصل يعني ما تقاليش ان في حد ما عداش عليه الجوازات اللي استمرت، مفيش حد ما عداش عليه اللي هو طبعا الداون المادي ده. شافوا ايام سودة. بالظبط كده. طب ليه استمروا؟ وفي حد اتعرض لنفس الظروف وساب؟ علشان رصيد الحب ما كانش كفايه انه يغطي على رصيد الفلوس. لا، اليوم اللي مش عارفين ندفع فلوس الدروس، مش عارفين ندفع فلوس الدكتور، مش عارفين نروح نصيف زي الجيران، ايوه اليوم ده الحب بيبقى الليفل بتاعه ايه؟ تمام. لو هو كان هو لو كان في رصيد من قبل كده. اصل الحب ده مش هيجي النهارده ولا هيجي امبارح، الحب ده رصيد بيتبني، عمالين بنحط فيه من يوم ما عرفنا بعض. فلو كده هيحطوا ايديهم في ايديهم، ايه يعني ولا يهمك والسنه انا الجايه هيبقى رايي معانا. انه طبيعه الانسان الحاله الماديه بتؤثر على حالته النفسيه طبعا. ما هو الديبندز بقى على انت من جواك ثابت كده وتقيل، ويقينك ايه بشريكك وبالعلاقه وبربنا طبعا في الاول وكده. لكن فعلا في ناس بيعدوا بمجرد ان هم يبصوا لبعض، يمسكوا ايدين بعض، لا يا سلام، هتبقى الدنيا احسن هو والدنيا. يمسكوا ايد بعض ده بيجيب كيلو لحمه؟ لا بيجيب امل ان كيلو بكره حب، هيجي بيجيب كيلو كيلو لحم. حب. لا، في امل ان بكره هيجي كيلو لحمه، واحنا متاكدين من كده. ولا يهمك، خلي بال حضرتك من حاجه. دول احنا مين لما دول نكون زي ايه؟ بتشوفيهم فين؟ لما اشوفهم موجودين والله، والمصحف ما تصدقوهوش موجودين، موجود يا ايها المشاهدون، موجودين. الناس دي موجوده، ما تصدقوش الراجل ده. تمام. بيجيبوا. بص، هو دول شريكين، تمام، زي اي شريكين في اي حاجه. لو في شريك فيهم شال ايده وقال لك لا يا عم انا مش لاعب وايه ده، لا انا ما اقدرش استحمل ده، تمام، حتى لو في اي شركه، تمام، الدنيا هتنهار. لكن لو في الشريك قال له لا بص، هي مره تصيبه مره تخيبه، ايه يعني، احنا اللي بدأنا وهنبتدي من اول وجديد، ده احنا اللي اول جبنا يوم الفلوس وهنجيب من وتاني اول وجديد. يوم وتالت يوم وليله العيد تعالى وحاجات نقعد رمضان. ده هنتكلم. اليومين دول في الجمله الشهيره بتاعت المصريين، رايحين نجيب حاجات رمضان. حاجات رمضان دي تقتل اي حب واي رغبه جنسيه. بالعكس، ده بالعكس، دي هتبقى نقدر نجيب ايه وما نقدرش نجيب ايه. طب خلاص السنه اللي هتقول لي طب ما احنا السنه دي ما نقدرش نجيب على فكره مكسرات، مش مهم، ما جبناها السنه اللي فاتت، وان جبناها شاء السنه الله. اللي فاتت. ايوه، وان شاء الله ربنا ده هيبعت ونجيبها السنه الجايه. لازم السنه دي، وقمر الدين اللي بيترمي وكل الحاجات الزيفه حلوه دي. قوي. دي بقى تبقى في عوار في العلاقه. عوار. ايوه، ايوه، في عوار في العلاقه مخليه ان في طرف بيتلكك للطرف التاني، وعايز يضايقه، وعايز يحسسه بالنقص، وعايز يحسسه بالضآلة، وعايز يحسسه بالتقصير. دي مشاعر كلها سلبيه بتبقى موجوده في حاله عدم وجود رصيد كافي من الحب، ما اتبناش على مدى السنين اللي فاتت. الدكتوره الرومانسيه، اتفضل يا فندم. الدكتوره المصريه. هو الدكتوره هبه ماشيه مع هنعيش مع بعض على الحلو والمر. بس عبد العزيز محمد قال، عبد العزيز محمود قال على الحلوه والمره مش كنا متعاهدين؟ ليه تنسى بالمره عشره بقالها سنين؟ انا هقول لحضرتك ده بيقتل الحب من قبل الجواز. ده بيختلفوا قبل كتب الكتاب ب5 دقائق أيوة على طبعاً. المؤخر او على المهر او على مين اللي هيدفع. يكونوا بيحبوا بعض قوي، يكونوا بيحبوا بعض بقالهم سنه ونص، وخطوبه ورومانسيات ودباديب وورد وكل حاجه، حتى قبل الجواز. طب بعد الجواز، هقول يعني انطباع، وهقول حقيقه. الانطباع انه في غالبيه الاحوال المشاكل الماديه بتقتل الحب. في غالبيه الاحوال. في غالبيه الاحوال. شايف الناس بقى. هقول لحضرتك بقى الدراسه اتعملت في مصر على الاسباب اللي ادت للطلاق، فطلع 42%، وده من اكبر العوامل في الطلاق. في عوامل بقى تانية منطوره تانية يعني. 42% المشاكل الماديه. طيب 42% سبب الطلاق، مش ان الحب بس راح طلاق. والطلاق ده شهاده وفاه للحب بالتاكيد يعني. طب في امريكا بقى، في جامعه في ولايه يوتا اسمها جامعه برمنجهام يونج، واللي عايز يدخل على الدراسه يدخل يشوف. اتعملت دراسه على 1700 رجل وامراه في اكتر من ولايه امريكيه. طلع من الدراسه حاجه نتائج جميله جدا في الحكايه دي على المشاكل الماديه. نفس السؤال ده، مشاكل ماديه واثارها على العلاقه بين الزوجين. فلقوا انه في 40 من 20 ل 40% من الحالات
العلاقه اتدمرت تماما. اتعملت بقى دراسه موازيه في انجلترا، طلع 20% العلاقه اتدمرت تماما. يبقى احنا عندنا في مصر 42، انجلترا 20، امريكا 20 ل 40. في يعني احنا الاعلى. احنا الاعلى بالظبط كده. فده بما لا يدع مجال للشك. الدراسه بقى بتاعت امريكا عملت تصنيفات، والتصنيفات دي طالعه بنتائج جميله جدا. طلع بقى انه بتختلف. شايف بيتكلم عن المصايب حفظ جميله جدا، اتطلعوا بجمال جدا، والفلوس نكدت على اهلهم جدا. مبسوط قوي. طلع بقى ايه؟ قال لك انه بتختلف حسب الازمه الماديه او المشاكل الماديه، هل هي مؤقته ولا دائمه؟ طبعا بتفرق. مؤقته بيقول لك بينضموا كده مع بعض لو في حب، وبيقولوا هنعديها، وبيسموها يعدوها، دي بتقوي علاقتهم اكتر. مزمنه بتقوم مزمنه دي اللي اكتر من اسبوع مثلا 10 ايام. ليه بقى مزمنه؟ قال لك بتعمل ايه؟ بتفرز ادرينالين وكورتيزون. ده حاجه فيها كيمياء بقى. كيمياء طبعا يجيب كيمياء وحشه. ايوه ادرينالين بتاع القلق، وكورتيزون بتاع الاكتئاب. فلا يمكن حد عنده قلق واكتئاب وهيعيش حب، بيقوم على طول مموت الايه؟ بقيه الحب يموت على طول. الحب يموت على طول. قال لك بقى لو العلاقه قصيره، قلنا طيب علاقه مزمنه. طيب اصناف الناس، يعني الدكتوره هبه لما بتتكلم في صح، في ناس فعلا كده لقوهم بيطلعوا بقى قسموهم. قال لك ايه؟ قال لك في نمط مادي ونمط غير مادي. لو الزوجين الاثنين ماديين، المشاكل الماديه عندهم بتبوظ العلاقه تماما. بيبقى شايفين كل حاجه ماده. طلعوا 24% من الناس من اللي درسوهم. طيب لو الاثنين مش ماديين، طلعوا 34% من اللي اختبروهم مش ماديين. قال لك المش ماديين دول ما بيهمهمش قوي موضوع الفلوس، زي ما الدكتوره هبه بتقول كده، مش هيهمهم الفلوس، مش شغلهم قوي. طيب النسبه اللي باقيه دول دلوقتي 58، في 42 باقيين في المية. قال لك دول بيبقى الطرف مادي وطرف غير مادي. دول برضه هيبقى في مشاكل كتير قوي. ليه؟ لان الطرف المادي هيحسبها كلها بالفلوس على الغير مادي. الغير مادي مش مهتم قوي، لكن انا ما يهمنيش والله زوج او زوجه، انا مش متضايق من قله الفلوس والمشاكل دي. لكن المادي بينكد عليه لانه دي حاجه اساسيه عنده. خلينا نعكس السؤال بقى. لو الدنيا مسقسقه والفلوس مزهزهه، الحب اخباره ايه؟ يعني اتنين موجودين مع بعض، وصباح الخير يا ماما اغرفي، وصباح الخير يا بابا ابعتي، وخدي يا حبيبتي الكريدت كارد ولا في 3 مليون دولار واصرفي روحي اطلعي الساحل يا حبيبه فيهم. يعني ده مش بيخلي برضه الحب يعني. بس اوعي تردي عليا تقول لي ياما اغنياء واتطلقوا. انا عارف ان في اغنياء هتقولي كده. لا والله ما هتقولي لي كده، تقولي معاهم فلوس وبرضه بيتطلقوا. بلاش الكلام ده بتاع الفقراء. بتاع الفقراء مش هقول كده. لا انا عايزه بس ان انا اعقب على كلام الدكتور محمد وهي هرد عليك. اتفضل. احنا لما الدراسات دي كلها على عيني وراسي، بس ما فيش حاجه فيها انكلودد فيها ان كان في حب في العلاقه دي ولا لا. هم بيرصدوا اتنين عايشين مع بعض وحصل لهم ازمه بيتجوزوا يعني. مش متجوزوا لا يعني. ومين قال اعداء؟ في درجه من الحب يعني. لا مش اعداء، بس في ناس متجوزين على اسس معينه. ان انا مثلا انا اتمم الجوازه دي علشان هتريحني ماديا، عشان هتنقلني لمستوى تاني، علشان كذا عشان كذا. ففي الجوازه دي من ضمن الاسباب. طبعا ايه العيب يعني؟ ففي لا ما في حدش قال عيب، بس قصدي الغرض انتفى من الجوازه، فابتدي خلاص الواحد مش متقبلها. دي اول حاجه. طيب الحاجه الثانيه انه كميه المواد اللي تخلي الناس تقعد مع بعضها وتلاقي حلول دي اساسا مش موجوده. دي لازم تستوجب رغبه من الطرفين في الاستمرار في هذه العلاقه برغم المشاكل. مفيش فلوس. ايه الحاجه يعني هنقعد مع بعض نعمل ايه يعني؟ هيقول لها مثلا هنط على مواسير اجيب لك فلوس بالليل، هو المرتب خلص. هقول لها خلاص بصي انا هقول لصاحب الشغل ان انا عايز ورديه زياده. هتقول له طب بص ما يهمكش انا هقعد باولاد الجيران. لا انا هقعد ولاد الجيران وهجيب يعني اروح اشتغل ورديه زياده وانا مش عارف وهتسيبني لوحدي. لا ما فين الحب اللي يكمل ده وانت مش قاعد معايا؟ لو في حب بقى تقول له ايوه طيب وماله، وانا بقى كمان هنشغل بحاجه عشان اجيب منها فلوس وعشان نعدي المرحله دي. تحس انها بتتكلم على مسلسل. لا يعني بتكتب مسلسل يعني. في مسلسلات وفيها حقيقه. مسلسلات جايبه منين يعني؟ ما فيها ناس كويسه، ناس محترمه، في ناس محترمه تقف جنب بعض وتعدي. تمام. الحاجه بقى الثالثه انه الاثنين اللي هم بيبتدوا بقى او اي حد فيهم يتنصل من المسؤوليه، هو ده سبب الطلاق اللي هو الابحاث دي بتقول عليهم. يعني مثلا هنا في مصر
مشكله المراه المعيله اللي هي 34% من ستات مصر، هي ايه اللي حصل لها؟ 90% من ال 34% الراجل ساب الدنيا ومشي. طب ما هو ده تخلي، فهي او بتبقى رزقه طلاق علشان توقف خلاص. تمام. وفي واحد بيجي له فلوس بيروح يشرب بيها مخدرات وبتروح الفلوس قبل ما يخش البيت، فطبعا ده لازم يكون سبب للطلاق. الكلام ده بقى كله مفيش حد تضمنه بالتفاصيل في الابحاث دي، لكن احنا بنتكلم على في السؤال بتاع الحلقه، الحب ولا الفقر؟ فاحنا مفترضين ان في حب، فدرجه الحب دي بتمنع والله الكلام ان ده. اي درجه للحب لو في فقر بتاكل من القاعده بتاعت الحب. بالعكس، وساعات بقى بتقويها، بتعضد قاعدة الحب، وبيقعدوا بقى بعدها يقولوا فاكر لما عدينا مع بعض بكذا، وفاكر فاكر لما انت لما مش عملت لاقيين كذا، ناكل، وفاكر المرة اللي ما كانش في حاجة في الثلاجة وانا قلت لك ان انا اتعشيت عشان تاكل انت حتة الجبنة اللي باقية، تقول لها والله انت ما كنتيش اتعشيتي، يخصى عليا. ايه ليه لا يعني؟ ليه من لا؟ اكتر حالات ضرب الازواج انه راح في يوم بالليل ما لقاش في الثلاجه حته الجبنه اللي كان سايبها لنفسه. طيب انت بتهزري؟ ده مش ممكن يكون بيحبها. خلاص احنا بنتكلم في وانا ايه؟ ايه اللي احبها دي؟ الجبنه دي ليا انا مش طيب ليكي. ايوه، وبعدين حبيب قلبي بالهنا والشفا، انت كلتها نزلت مين على اللي انا والشيفه؟ قلبي انا كنت قاعده في بيت ابويا وكان بياكلني احسن من كده 100 مره. ده انت فقرتني. فهو يقول لها انت اللي نحس، احنا كنا لازم هيلبسها. بعد ما يقول لها انت نحس، ده يبقى الحب مكمل يعني. محدش يعمل كده، محدش يقول الكلام ده، محدش يقول الكلام الوحش ده. الناس الوحشين بس هم بيقولوا كده، الناس الحلوين بيقولوا زي ما مش انا في بقول. ستات ادامهم فقر. والله بقى يبقى شوف بقى اعماله برضه، يبقى ده عمله وقعد له. شوف هو كان بيعمل ايه قبل ما يتجوز. خلينا نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني ونتحدث عن الفقر والحب. ولسه عندي سؤال مع الدكتوره هبه، وبرضه هخلي الدكتور محمد يرد عليه. البشبشه بقى، الفلوس، كده ده بيعمل ايه بقى في الحياه الزوجيه؟ مليونير مليونير. يعني يعمل ايه بقى في الحياه الزوجيه؟ الشوكولاته السويسري، ايوه شويه الورد في الفالنتاين، حته الدهب الحلوه. والدهب النهارده وصلت الانصه 2900. ايوه النهارده يا حبايبي سافرت. شفت انت وشك نور ازاي اول ما قلت لك على سعر الانصه. لا والساعات ان ولا ساعه حلوه كده بماركه حلوه بريوش. ماشي كده. هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني، ابقوا معانا. وبيرفلوا في حياه وعندهم فراخ كلها صدور، فيهاش وراك. يعني الناس اللي عايشه العيشه الحلوه دي كلها بانيه، دي بتبقى افضل في الحب. كويس. هو كلمه مشاكل ماديه بالمناسبه مش معناها الفقر بس. المشاكل الماديه ساعات تيجي مع الفقر ومع الغنى، او مع عدم التوازن ما بين ده وده. المشاكل الماديه فقر. لا مش لما واحد يقول لك عنده مشكله ماديه، لا ده تعريف جديد بقى. انا هقول لك اهو، انا هقول لحضرتك اهو. المشاكل الماديه ساعات لما الفلوس تزيد الاطماع. فطرف عايز يصرف، طرف حريص، طرف عايزه يكتب لها الفيلا، عايزه يكتب لها القصر، عايزه يكتب لها العربيه، ويقول لها لا دي الحاجات دي من تعبي ومجهودي. او هي اغتنت قوي من ورث او من اي حاجه، بدات تتعالى عليه، بدا يحصل نوع من الانفصال العاطفي لانه الفلوس دخلت. انا بس عايز بدون قطع كلامك، الدنيا اتغيرت شويه. انه الناس اللي بتقول ان الحب بيصمد زادت، وقل شويه الناس اللي بيقولوا بيقتل اي حاجه. شكرا والله. الرومانسيين شفت بقى الرومانسيين اقتحموا الملعب. بينتصروا. طيب هو ده. فساعات الفلوس لما تزيد اطماع الرجل تزيد، ساعات هيبص بقى لحاجه تانية، وده بيحصل كتير. الحاجات بقى اللي حضرتك قلتها كلها ممكن ما تبقاش للزوجه اللي مشيت على الحلو والمر، يقوم يروح بقى ايه لبتاعه الحشتكه والبشتكه واللذاذه واللطافه بالظبط كده. يروح بقى في سكه تانية، ودي عاملاها الفلوس. فزياده الفلوس تقريبا بتوصل زي نقص الفلوس، بس ايه بشكل معكوس. انا عايز بس اضيف لحاجه، هو ازاي المشاكل الماديه بتعمل يعني بتقتل الحب. اول حاجه، لو الراجل ما بيجيبش فلوس عشان هو قاعد مش عايز يشتغل، تنبل يعني زي ما عنده لا مبالاه، فده بيقتل الحب. ليه؟ لان هي بتحس زوجه ان هو
لو بيحبني كان طلع واشتغل وموت نفسه عشان يجيب فلوس، ولو بيحب ولاده كان راحوا ويسافر. ده كل ده ويعمل يقتل عشان الحب فلوس. طبعا. يقتل. disappointment ليه بقى؟ بقى. لانه disappointment. اصله برضه احباطات بقى. الراجل من ضمن معالم رجولته الفلوس. الفلوس دي باور. فالراجل لما الباور بتاعته ضعيفه على طول الحب بيقل. لكن هو لو فقير غصب عنه، فقير عشان مريض، فقير علشان كافح وحظه وحش او اي حاجه، لان الست احنا مالنا بتقدره. خلاص، لا ما تقدرش ولا حاجه، خلاص ممكن ما معهوش تقدره فلوس يمشي وتصبر معاه. لو لكن تصبر ليه؟ لو كسلان خملان نايم في الخط وهي مش لاقيه فلوس الدروس ولا لاقيه تاكل وحياتك ولو بيشتغل في 3 شغلانات وما بيجيبش الفلوس، الحب بيموت. تحبه ازاي؟ الحاجه الثانيه بقى، لو تكون الزوجه مسرفه، الزوج طبعا بيحس انها مش مقدراه او بتحط عليه ضغوط زياده عن اللازم وهو قاعد يعافر. طلباتها كتير. طلباتها فدي كتير برضه ما تتحبش. هيحبها ازاي؟ فدي كلها لما يختلفوا انه مين هيساهم بالمصاريف في البيت، هي بتشتغل وهو بيشتغل، طب هي تقول لك لا انا مرتبي هحوشه وانت اللي تصرف على البيت. الله، طب تحوشي مرتبك ازاي؟ طب ما انت بتاخدي من وقت البيت. فيختلفوا على ده. كل دي صور لكيفيه قتل الحب، بالذات لما يكونوا يعني الدراسات مهمه في ايه؟ بتبين الفروق ما بين البشر. مفيش اجابه واحده لكل الناس. يعني اللي قالته الدكتوره هبه مظبوط، بس الفئه كام؟ فئه حوالي مثلا 34% من الناس. الناس اللي هم الفلوس ما بتفرقش معاهم قوي. ليه بقى؟ لانه انما غالبيه الناس الفلوس بتفرق معاهم، لانه لقوا انه مصادر السعاده نص كمان. أيوة. يعني مش أي مصادر حاجة. السعاده اللي هي الحب يعني بيلعلع فيها 4 حاجات في حياه البشر لقوها. الملذات او الاستمتاعات، الاكل والشرب والسفر والفسح والحاجات دي. الحاجه الثانيه الانجازات. الله. الحاجه الثالثه المقتنيات. العلاقات. المقتنيات. الحاجه أيوة. الرابعه القيم. لا القيم مش الفئه اللي الدكتوره هبه قالت عليها اللي عندهم العلاقات مهمه والقيم مهمه، دول لما يفتقروا مش هيحصل مشكله. ليه؟ لانه علاقتنا اهم والحب اهم والقيم ان احنا نصبر مع بعض ونستحمل. لكن الملذات والانجازات لقوا ان هم دول بيشكلوا غالبيه الناس للاسف. كلمه سؤال أخيرة بقى في التخصص. ايوه يا فندم. الفقر بيأثر على العلاقه الحميمه بين الزوجين؟ هي واحده، فكري بس. نوعيه يعني العلاقه الراجل مش لاقي ياكل والحياه مستعجلين. صعبه، والست رابطه دماغها جامد عشان مش عارفه تجيب. هل ده في النهايه البيت ما فيهوش فلوس من غير عشاء. يقدروا يعملوا علاقه حميمه جيده؟ فاكر فيلم الزوجه الثانيه؟ فاكر. طيب فاكر ابو العيله وفاطمه؟ فاكر. طيب كان دي ده كانت سعاد حسني. بالظبط كده. اي حد هتنفع معاه. كان اثر وكان معاه البطه. لا ده يوم ما راح لها كان معاه البطه. لا قبل البطه، ده بالعكس قبل البطه ده كان العادي. على فكره عند الفئه الافقر ده روتين الحياه، يعني ده دايما بيروح الشغل بيرجع من الشغل وده في الاخر العلاقه دي روتين من روتينات في فلوس الحياة. او ما فيش، في فلوس او ما فيش. بالعكس ده هي دي المتعه الوحيده المجانيه، ازاي تربطها بالفلوس؟ حرام عليك. يعني النفس. ما حدش يصدقه، ما حدش يصدقه. لا حضرتك النفس في بيبقى نفس، يعني ازاي؟ ما هو هي شطاره. أيوة. ولا راحه بال؟ العلاقه شكلها الراجل إيه؟ نفسه مفيش راحه بال. هي قبل ما يخشوا الاوضه قالت له احنا بكره عايزين كذا، والواد الكبير عايز كذا، والبنت طالبه كذا. وقالت له الراجل كمان ده هيخش جوه ازاي ينجز هذا الانجاز؟ هيقول لها بصي اجلي كل الكلام ده بقى نتكلم فيه بعدين، تعالي بس. تعالي بس. انا عايز بس ايه اكمل الصوره دي. بتبقى ازاي اللي حاصل؟ الدكتوره هبه بتقوله صح عند الراجل. يعني الراجل الفقير بيبقى المتعه المجانيه عنده هي دي، وبيبقى ما عندوش مشكله خالص في الموضوع ده، بالذات لو هو مش الماده والحاجات مش في دي باله. مش يعني هو مش لكن الست مش عمود اساسي في حياتهم الفلوس اساسا. الست اول ما جوزها بيبقى ضعيف العلاقه الحميميه دي بتبقى فيها مشكله. ما بيدفعش. لا ده مش حقيقي طبعا. محتاجه تشوفه في صوره قويه. قادر. يا فندم ده برضه ديبيندز الله تعالى. هي اساسا اصل العلاقه بينهم ايه؟ نوعيه العلاقه بينهم ايه؟
بيقعدوا يبصوا أيوة، هو لبعض ولا هي مش بيستنوا البعض على حضرتك الواحده؟ هي مش العلاقه ديت قايمه من المخ. هيك علمتينا الحكايه دي، مش ايوه في يا مخ. فندم، عايز أيوة راجل. المخ ده عايز راجل. الراجل ده لو دماغه مدوشه ومطلوب منه اشياء كثيره، متوقعه منه انجاز ازاي؟ والله لو هي في زي ما اتفقنا، هو بنى رصيد بينه وبين الست دي، ان في حب وفي يونيفيكيشن كده، يعني في ميرج، في انصهار ما بينهم. إيه بقت الكلام مشاكل. الامريكاني ده؟ مرج ايه؟ مفيش فلوس بقول لك. يا فندم ايوه، الراجل قايم. المشاكل واحده. هو مين قالك الامريكان ما عندهمش ازمات ماليه؟ ما برضه لا، في لو ناس منهم مش لاقيين بتحبني ياكلوا. اتعب وهات لي. اتعب. هو تعبان وهي شايفه انه تعبان وعامل على انا أكله. ساوي كام في يبقى نظرك؟ خلاص. ما في ليه لا بالعكس كده بترخص نفسها، لان هي يعني ما فيش اي حاجه تساوي مفيش مكانتها بين عنده. الراجل والست حاجه تكسب. لا لا لا، هي دلوقتي هي لو شايفه ان هو بيعمل كل اللي عليه وفي ازمه، بالعكس هي تخبي عليه ومفيش حاجه، وتبدا تكلمه في الكلام ده. ايه بقول لك ايه، بص احنا عندنا كذا كذا كذا، طب نقدر نوفر من ايه ونحط في ايه؟ طب انت ولا يهمك، انا عارفه انك انت عامل اللي عليك، طب مش عارف ايه. ده بيتطلب ان البنت بس تكون متربيه كويس، وانك انت يا بنتي لما تيجي تتجوزي هتبقي على هيجي لك ايام مش كويسه. اوعي تحسسي جوزك ان هو مقصر طول ما هو مش مقصر، لانه في الاخر مهما الواحد عمل الرزق ده بتاع ربنا. يعني اي حد فينا احنا ممكن احنا انت عايزه ارزقيه. تقولي لي ان الراجل اللي معاه قرشين ومبسوط ومش ميزة قلقان طبعا. وضاربين عشوه ميزة. حلوه أيوة. مليانه استاكوزا وفوسفور وجمبري، وداخلين نقعد مع بعض قعده حلوه، ده انجازه هيبقى زي انجاز الراجل اللي ما كانش على الترابيزه غير جعضيد. اكيد الجعضيد احسن، عشان تبقى فاهم، بس كنا هنتكلم بقى على الانجاز من الناحيه دي. الجعضيد احسن. التاني هينام نوم عميق ولذيذ ولطيف، لانه هو هيكبس على مراوحه والاكل. والله العظيم فدي نص ميزة. الناس اللي بتتفرج علينا ما يعرفوش الجعضيد. ده الجعضيد ده اختراع وحياه ربنا. اختراع السريس والجعضيد يا جماعه، اخواننا اللي في الريف، وجرجير. يا وجرجير بختكم ماله؟ يا بختكم، ده مفيد جدا للقدره الجنسيه. والله أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وإن شاء الله أشوفكم يوم الجمعة القادم في حلقة جديدة من برنامج الحكاية. أرجوكم ابقوا معنا.